نجيب الريحاني نجم ساحر من نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، أسعدنا كثيرا وأضحكنا أكثر. إنه أحد أهم رواد الكوميديا في عالمنا العربي، بل هو أهم رواد الكوميديا على الإطلاق. تتلمذ على يديه جميع فناني الكوميديا في الشرق، بعضهم تتلمذ على يديه مباشرة، وبعضهم قدم أدواره في مسرحه بعد رحيله، وبعضهم تتلمذ على يديه بشكل غير مباشر، من أمثال عادل خيري، فريد شوقي، عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم إبراهيم، دريد لحام، فؤاد المهندس، عادل إمام، ونجوم الكوميديا الجدد. إنه الرائد الكوميدي الكبير نجيب الريحاني. هذا الرجل الذي أحب مصر حب شديد، أحب الإنسان المصري، أحب ظروفه القاسية التي كانت تحت استعمارين، الاستعمار الإنجليزي والاستعمار العلوي. ولو إني أبجل مؤسس الأسرة العلوية محمد علي الكبير الذي أخذ أولادنا وذهب بهم إلى باريس ليعلمهم ليكونوا علماء وأدباء مثل رفاعة الطهطاوي. لكن هذا العصر المتأخر كان عصر قاسي وضنين. في ظل هذا كان نجيب الريحاني هو وبديع خيري يصنعان ويرسمان وينحتان الشخصية المصرية الحقيقية، الشخصية المليئة بالأحلام والآمال، المثقفة، الشخصية التي خلقت لتقود لا لتقاد، لا لتقهر، لا لتهزم، لا لينحصر عودها. أنا مبهور ومفتون بنجيب الريحاني. إيه القدرات التمثيلية الغير عادية دهيت. نلاحظ الراجل ده بيمثل في الأربعينات، بص على كل اللي بيمثل حواليه، تمثيل مرتبط بزمنه. احنا كل فترة عندنا الممثل له زمن، بمعنى ايه؟ نعيش فترة كده زمن الأوفر أو زمن التجسيد، بلاش كلمة الأوفر، زمن التجسيد المبالغ، إن أنا أحبك أنا أكرهك، الجمل اللي بنسمعها في الأفلام الأبيض والأسود، ده زمن نجيب الريحاني. بص على نجيب الريحاني وهو بيمثل، سابق هذا الزمن ويصل إلى زمننا هذا، وسوف يصل إلى زمن ما بعد هذا الزمن. نجيب الريحاني بيمثل ظاهرة فنية قد لا تتكرر تاني في التاريخ المصري. ويمكن لغاية دلوقتي رغم ان الفنان الكبير مثلا عادل إمام تجاوز نجيب الريحاني في كم الأعمال اللي عملها، إنما هيبقى في الآخر نجيب الريحاني شخصية فريدة محدش قدر يتجاوزها فنيا. يعني هي الحكاية مش بالكم، الحكاية بالكيف. نجيب الريحاني تعلمنا منه الالتزام، تعلمنا منه ازاي الفنان يبقى صادق. نجيب الريحاني ما كانش وسيم، انما كان ممكن يعمل دور المحب اللي بيحب ليلى مراد في فيلم غزل البنات ويبقى ولهان بيها ومتيم بيها، فده كان يبهرنا جدا رغم انه مش جان. نجيب الريحاني صوته اجش، كان لا يمكن يغني، لما فجأة تلاقيه بيغني مع ليلى مراد وبيقول أغنية ممتعة جدا كلنا حافظينها وكلنا بنحبها. كان فعل ماضي ما تسيبه. ولد نجيب الريحاني عام 1889، وكان والده إلياس الريحاني تاجر الخيول يجري، وقد تصبب منه العرق حتى وصل إلى منزله في حي باب الشعرية. ولما سأل عن حال لطيفة زوجته التي كانت تعاني مخاض الولادة، يسمع كلمة مبروك جالك ولد. وهنا يرفع إلياس يديه إلى السماء ليطلب من الله أن يشفي الست لطيفة أم نجيب ولده. كان تأثير حي باب الشعرية وعلى الأخص حارة مصطفى كبيرا على الطفل نجيب، فقد ظلت شعبية الحارة تلازمه حتى النهاية رغم التحاقه بمدرسة الفرير الفرنسية فيما بعد.
كان لنجيب أخ يكبره يدعى توفيق، وكان له يوسف وجورج يصغران. حين كان نجيب في عمر 15 مات والده إلياس على أثر أزمة مالية، وكان على نجيب أن يتحمل مسؤولية الأسرة كاملة، لأن يوسف أخوه الأكبر لم يتحمل هذه المسؤولية. لن أخوض في حياة نجيب الريحاني، ولن أتحدث عن فن نجيب الريحاني ولا ارتباطه ببديع خيري ولا الموضوعات اللي طرحها. أنا سوف أتحدث فقط عن عبقرية التمثيل. نحن أمام ممثل لم ولن يوجد مثله في الوطن العربي. ممثل بيمثل في زمن أربعينات وخمسينات، وكويس إن ربنا يعني اداله يعني شوية عمر عشان نشوفه وهو بيمثل في السينما، لأن احنا للأسف لم نشاهده وهو ممثلا على المسرح. وطبعا كنت أتمنى إنه يكون له أي حاجة على المسرح أو كنا لحقناه، وما كانش لسه في تسجيل مسرحي أو تسجيل لأعماله، لكن حمدا لله إن احنا شفناه وهو بيمثل في السينما. تعالوا نشوف أي مشهد مثله في السينما ونبص عليه. نجيب الريحاني كان أسطى. كان أسطى بمعنى إيه؟ إن هم كانوا بيلجأوا للمسرحيات الفرنساوي أو الفودفيل الفرنساوي، وكانوا بيفصلوا، ياخدوا المسرحية أو ياخدوا الموضوع ويفصلوه على الكاست اللي عندهم. كان يفصل دور معين لميري منيب، دور لبشارة وقيم، دور وهكذا الباقي الشخصيات اللي موجودة في فرقة الريحاني. في الفترة دي كان في ازدهار مسرحي ما بين يعني 3 أقطاب تقريبا موجودين في مصر، هم فرقة جورج أبيض، وبعديه يوسف وهبي فرقة رمسيس، وبعد كده فرقة علي الكسار. هذا الفنان العظيم نجيب الريحاني الرائع الذي كان مدخلا للفن في حياتي ضمن عناصر أخرى دخلت في حياتي وشكلت وجداني وشكلت كياني وشكلت أسلوب تفكيري. أنا بترحم على نجيب الريحاني، وكنت دائما أبحث عنه. حينما التقيت بفؤاد المهندس كنت بدور على نجيب الريحاني جواه. حتى عبد المنعم مدبولي، حتى أي كوميديان، كنت دائما أبحث عن عبد المنعم مدبولي، عن نجيب الريحاني جوه هذا الفنان. حضرة المحترم مؤنس أفندي يقود. الصبي نجيب الريحاني ترك مدرسة الفورير بالخرنفش ليعمل موظفا في البنك الزراعي، وفي البنك تعرف نجيب على زميله وصديقه وأستاذه فيما بعد عزيز عيد. عمل الاثنان في أدوار صغيرة بمسرح الأوبرا، وبسبب تغيبهما عن العمل فصلا من البنك، وبعدها التحق الاثنان بفرقة عكاشة، وكان يقدمان فاصلا غنائيا لإضحاك المتفرجين. وفي النهاية استقل وكون فرقة من هواة التمثيل. اختلف الريحاني مع عزيز عيد فسافر إلى الإسكندرية للعمل في فرقة سليم عطلة، وقام بدور شارلمان، ولأنه قدم دوره بإتقان فاق أداء بطل الفرقة ومديرها سليم عطلة، لذا استدعاه سليم وفصله من الفرقة. نجيب الريحاني كان ليه مقولة مشهورة جدا، كان يقول لك أنا عايز المسرح بتاعي يبقى شبه الطعمية، شبه الملوخية، شبه الأكلات الشعبية بتاعتنا. مش عايز المسرح بتاع يوسف بيه اللي هو السيمون فيميه والحاجات الأوروبية المستوردة. فكان عايز المسرح بتاعه يبقى في صميم الشخصية المصرية، ويمكن هو ده كان بيلجأ لدوم في تفصيل المسرحيات الفرنساوي اللي كانوا بياخدوها، وكانوا بيعملوها بيفصلوها للشخصيات، بحيث ان الشخصية لما بتنطق بدون انفعال، بدون تمثيل، بتحس ان هي الشخصية دي متركبة او متفصلة على الشخص دون. ايه القدرات الخارقة دهيت؟ ايه الراجل اللي سابق زمنه في التمثيل ده؟ ايه الراجل اللي عارف يعني ايه تمثيل وعارف يعني ايه سلالات التمثيل وتدريب الممثلين قبل الموضوع ب100 سنة؟
رجل بيمثل حيث التمثيل على القد، لا فيه اوفر ولا مبالغه، وتنسى حينما تشاهد تمثيله ان ما يحدث امامك تمثيل او انك امام فيلم. تروح معاه بكل وجدانك لانه بيمثل تمثيل حقيقي. نجيب الريحاني مدرسه في فن التمثيل الطبيعي التلقائي الواقعي اللي مش موجود في اي حته في الدنيا. حتى لو حبينا نقلده، حتى لو حبينا ندرسه، لا نستطيع ان نؤتي بنفس النتيجه التي يمثل بها. نجيب الريحاني الذي أهمته مصر وأهمته العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأهمته قضية المصري الذي لم يأخذ حقه في الحياة، ألف من أجل هذا المصري وحاول أن يتكلم مع المصري بطريق غير مباشر من خلال أعماله، أنه يعلمه ما له وما عليه. يعني زي ما عليه واجبات، كن يا مصري لك حقوق، قم يا مصري خذ حقوقك. أنا حينما شاهدته في مرة وأنا بتفرج عليه أنا ذهلت، لأني هو عامل زي الإعصار بلا إعصار. يعني يدخل إعصار بس زي النسيم، يعني يقتحمك، يدخل قلبك، يدخل وجدانك، يدخل أحاسيسك، يدخل حواسك، يدخل عقلك وجدانك، حتى مسامك، مسام جسدك يدخلها، بس برقة وبنعومة. يوقظك، ينبهك، وكأنه يلعب معك لا يلعب عليك. ازيكم كلكم وازي اختك؟ بس بقى امال ايه دي؟ بس بلاش حوار بقى وبعد بقى ويا كده. بعدها التحق الريحاني بوظيفة في شركة السكر بنجح حمادي، ولكنه فصل منها أيضا، ثم يعود إليها ثانية، ولكنه يتركها في هذه المرة لينضم إلى فرقة جورج أبيض عام 1914، ويمثل أمامه دورا صغيرا هو فرانسوا جوزيف ملك فرنسا. وقبل صعوده على المسرح يقوم بعمل المكياج لنفسه، وعلى المسرح يفاجأ جورج أبيض بمنظره، فيظل يضحك ويضحك معه الجمهور. وقد انتهت الليلة بفصل أبيض للريحاني بعد أن يقول له: أنت لا تصلح للتمثيل إطلاقا. فرقة نجيب الريحاني كلها كانوا عظماء، كانوا كلهم رجالهم ونسائهم كلهم زي ما تقول إيه، مقتحمين الإنسان. يعني لابد أن تعجب بهم، لابد أن تنبهر بهم، لابد ألا تنساهم مدى الحياة. سر وعظمة نجيب الريحاني ليس فقط في اختياره للشخصيات البسيطة اللي بيعبر فيها عن المواطن المصري في ذلك الوقت، ولكن في قدرته على التمثيل. نبص وشه يتحدث، لما تيجي الكاميرا عليه كده في الفيلم وهو بيسمع تصدق انه بيسمع. لما يجي يقول لها لأي حد في الدنيا جاي يقول له أي حاجة تصدق الكلام اللي خارج من بقه. وكلنا ما ننساش حتى لما جه يغني بهذا الصوت الأجش أمتعنا. الغنوة الوحيدة اللي غناها نجيب الريحاني في حياته كلها اللي هي علشانك انت انكوي بالنار ولا أحجي. حتى هذه الغنوة يحفظها العامة من 60 سنة ولا 70 سنة. أنا عايزة حاجة. في عام 1916 يلتقي بالممثل ستيفان روستي الذي كان يعمل في صالة الأبيديروز، فيتوسط له ليؤدي حركات هزلية معه خلف شاشة بيضاء. وفي صالة الأبيديروز يبتدع الريحاني شخصية كشكش بيك ويقدمها في استعراضات فرانكو أراب بلغات مختلفة للأجانب، عربي وإنجليزي وفرنسي. وكشكش بيك هو عمدة كفر البلاص، وقد جاء من الريف إلى القاهرة يحمل أموالا كثيرة بعد أن باع محصول القطن، فتلتف حوله النساء الجميلات يسرقن أمواله ويصبح على الحديدة ويقسم أن يعود إلى رشده. وبهذه الشخصية
حقق الريحاني شهرة ونجاحا كبيرا. نحن أمام عبقرية في التمثيل. نجيب الريحاني هو الممثل الأول والأخير والأفضل في مصر. في عام 1917 عمل السيد درويش مع جورج أبيض في أوبريت فيروز شاه، وهنا استطاع الريحاني بذكائه أن يتعاقد مع الموسيقار ليقدم مجموعة من الأوبريتات مثل ولو، إيش، فشر، ولولو، كل من ده، والعشرة الطيبة. وفي عام 1920 كان الريحاني ينتج العشرة الطيبة من إخراج عزيز عيد، وكاد يقتل بسببها، إذ وكما يقول الريحاني نفسه: جاء الأستاذ مصطفى أمين إلي يقول لي: انجو بنفسك يا نجيب فأنت مقتول لا محالة. وراح الزميل يقص علي ما حدث: لقد وقف شخص من خصومك على منبر الأزهر يسمم أذهان المستمعين بأكاذيبه ويدعي أنك دسيسة إنجليزية أمدتك بالمال لتلهي الشعب بمسرحياتك، وقد صممت الجماهير على قتلك. وبالطبع أغلق الريحاني مسرحه وخسر خسائر مادية فادحة. نجيب الريحاني لم يتكرر ولن يتكرر، لكن سيظل أبد الدهر يعيش مع أحفاد أحفاد أحفاد. سافر بعدها الريحاني إلى لبنان، وكان قد سبقه إليها أمين عطلة، وكان يعمل معه من قبل، وقد احتفظ بنسخ مسرحيات كشكش بيك. وفي لبنان قدم أعمال الريحاني، وحينما وصل الريحاني وبدأ يقدم كشكش بيك فشل فشلا ذريعا، إذ اعتقد الجمهور أن أمين عطلة هو كشكش بيك الأصلي، أما الريحاني فمجرد تقليد باهت للأصل. عاد الريحاني وفشلت رحلته، ولكن جاء ومعه بديعة مصبني التي تزوجها عام 1924 وهو في طريقه إلى أمريكا الجنوبية. أنا كمان يعني كنت من الممثلين أو من الشباب في المرحلة دي اللي كنت غاوي قوي أقلد الفنانين. كنت أقلد جورج أبيض، كنت أقلد يوسف وهبي، كنت أقلد نجيب الريحاني، كنت أقلد حسين رياض، فؤاد شفيق، المجموعة دي اللي أنا كنت بحبها من الممثلين، وقبل ما أشوفهم ولا ألتقي بيهم يعني. وبعد كده طبعا بقيت زميل لهم، فيعني حياتنا كانت مليانة حاجات كتير. في عام 1949 وبعد أن انتهى الريحاني من تصوير فيلم غزل البنات، كان يستعد للزواج من صديقته فيكتورين في القصر الذي بناه على 6 أفدنة في حدائق القبة. وقبلها سافر إلى الإسكندرية ليقدم 5 ليال على مسرح الهامبرا، ولكنه أحس بالتعب فقرر أن يعود إلى القاهرة في اليوم التالي. وقد تولى دكتور بحر الدمرداش علاجه، فنقله إلى مستشفى الدمرداش لاشتباه في إصابته بمرض التيفود، وكان علاجه يحتاج إلى دواء إكروميسين ولم يكن قد وجد في مصر من قبل. هنا طلب مكرم عبيد وزير المالية إحضار الدواء من أمريكا، وكان نجيب الريحاني أول مريض مصري يتعاطاه، ولكنه مات يوم تعاطاه بسبب جرعة زائدة أعطته له الممرضة. نجيب الريحاني هو شخصية مرموقة، شخصية ما نقدرش ننساها من تاريخنا، ويمكن اللي وثق لده بشكل كويس أوي السينما، بينما المسرح للأسف بتبقى ذاكرة مفقودة أو ذاكرة منسية. فلو ما كانش يبقى وراها تسجيلات ومداقبة وبرامج بتتكلم عن العمالقة دول، للأسف التاريخ بينساهم. مات نجيب الريحاني يوم الأربعاء في 8 يونيو من عام 1949، ولم يكن في منزله بعمارة الأوموبيليا غير مصحف وصورة للقديسة سانت تريز ومذكرات تشرشل بالفرنسية وكتاب تفسير مفردات القرآن وشكسبير و44 بدلة و20 بيجامة وجلبابا و15 حذاء وكلبته الوفية ريتا التي ظلت بلا طعام عدة أيام حتى ماتت حزنا على نجيب الريحاني.